أهلا وسهلا بجميع الأصدقاء. أتمنى تكونوا بألف خير. تقاعد المغاربة اليوم يمكننا نقول بأنه فوق سرير الجراحة، فالحكومة تحضر مقصلتها تحت عنوان إصلاح التقاعد، ومعناه بلغة الواقع رفع سن التقاعد حتى تصبح الوظيفة بمثابة غرفة انتظار لدخول الموظف إلى المقبرة. اقتطاعات أكبر من أجور شغيلة ومعاشات هزيلة تنتظر الجميع، لا تكفي حتى لشراء الأدوية. طبيعة الحال وصفة جاهزة تقدم للرأي العام على أنها المنقذ الوحيد لأنظمة التقاعد. النقابات بدورها تتهيأ لجولة شتنبر، كتصوغ المذكرات ديالها وكتطلق الشعارات أيضا ديالها قبل أن تنتهي كالعادة في حضن الحكومة بتوقيع اتفاق سري سيسوق للناس على أنه إنجاز تاريخي. فقط هي لعبة أدوار محفوظة. الحكومة تقرر والنقابات تزكي، والمواطن للأسف هو من يدفع الثمن. ما يحدث اليوم هو يمكننا نقول نسخة طبق الأصل من سيناريو كنوبس. ستضخم الأرقام، سيكون هناك خطاب تهويلي، حديث عن الإفلاس، ثم فرض قرارات قاسية لا تمس أصحاب المعاشات الثمينة ولا أصحاب الامتيازات الرعية، بل ستستهدف كالعادة الموظف البسيط الذي يعاقب على ذنوب لم يرتكبها أصلا. فالمفارقة أن الحكومة اليوم التي تبدد الملايير في مشاريع فاشلة وفي صفقات مشبوهة أيضا لم تجد لتغطية عجز صناديقها سوى جيوب المأجورين والطبقات الوسطى. هكذا تدار السياسة الاجتماعية في عهد هذه الحكومة: حماية مصالح القلة النافذة وإضعاف الفقراء أكثر. السؤال اللي كيتطرح: هل سيبقى شتنبر المقبل مجرد مسرحية جديدة عنوانها إصلاح التقاعد، بطلها الحكومة وكمبارسها النقابات؟ تحياتي للجميع.